الأخبار الموجزة ليوم الثلاثاء. قال القنصل الأفغاني في كراتش الباكستانية إنه حتى الآن تم الإفراج عن 2220 مواطنا أفغانيا من سجني كراتش والسند، وتم إعادتهم إلى البلاد على حساب الإمارة الإسلامية. صرحت وزارة الدفاع الوطني تخرج 68 مجاهدا من قيادة التدريب القتالي المشترك خلال اجتماع بعد تلقيهم تدريبات احترافية. صرحت وزير الصناعة والتجارة تتمتع أفغانستان حاليا بعلاقات تجارية جيدة مع روسيا والصين وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وتركمانستان. وأضاف نور الدين عزيزي أن الجهود جارية لتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. تم إرجاع 16 ناقلة نفط منخفض الجودة إلى إيران في ميناء فرا 78 ميل من قبل وكالة المعايير الوطنية. طلب برنامج الغذاء العالمي 800 مليون دولار لمساعدة المحتاجين في أفغانستان. وأضاف برنامج الغذاء العالمي في تقرير إن هناك حاجة إلى 800 مليون دولار للوصول إلى المحتاجين في أفغانستان في الأشهر الستة المقبلة. التقى اليوم مدير العام للجوازات المولوي عبد الكريم حسيب بسفير أوزبكستان لدى أفغانستان يغار خواجة شادمانوف والوفد المرافق له في مكتبه، وناقش في هذا الاجتماع التعاون الشامل بين البلدين وتمديد تأشيرات الدخول إلى أفغانستان. يقول مدير العام لإدارة السكك الحديدية زاد النقل عبر السكك الحديدية بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي. صرحت وزارة الداخلية تم علاج 109 من مدمن المخدرات في مقر شرطة بغلان وعادوا إلى أسرهم بعد علاجهم.